انت فعلا كنت معيد في كلية هندسة واستقلت، حقيقة ولا كده؟ حقيقة انت فكرتني بالذي مضى. الحمد لله حقيقة انا كنت معيد لمدة 5 سنين. اتخرجت سنة 2014، كنت الحمد لله الاول على دفعتي، يعني امتياز من مرتبة الشرف. قعدت 5 سنين، بعد كده قدمت استقالتي. طبعا قدمت استقالتي دي كانت يعني اسباب كتيرة قوي قوي قوي. كل اللي ربنا بيقدره بيكون خير. يعني انا الحمد لله قعدت فترة بفكر في الخطوة ديت لحد ما الحمد لله استخرت ربنا، وفعلا كان الخير ليا ان انا امشي من الكليه. ولكن التجربه اللي انا عشتها ال5 سنين معيد طبعا فادتني كتير في الكارير بتاعي وفي حياتي. يعني انا مش بس استفدت طبعا من الكليه ان انا بتعلم وكده، ولكن ان انت بقى تدرس وتعلم طبعا. الجزء الاكاديمي فادني كتير جدا في سوق العمل، اداني ثقل في سوق العمل، لان انت بقيت عارف الحاجات بشكل فني المفروض صح تشتغل ازاي وفقا لاصول صناعه بقى واكواد وحاجات كنا بندرسها للطلبه، وطبعا ازاي تربط